لو انت في مكان وشفت حد كبير بيكلم طفل صغير بطريقة عنيفة شوية وبيقول له ينفع اللي انت عملته ده، انت غبي، انت مش نافع في حاجة، انا بكرهك، عمرك ما هتعمل حاجة في حياتك. لو انت شخص سوي اكيد هتتضايق ومش بعيد تقوم تتكلم معاه وتقول له ما ينفعش تتكلم مع طفل بالطريقة دي. الغريبة بقى ان محدش بيتضايق لما بيتكلم كده مع نفسه، وللاسف ايوه في ناس كتير بتبقى عنيفة كده وقاسية مع نفسها وما بتبقاش واعي للنقطة دي، ومش عارفين قد ايه مهم جدا انك تبقى عارف وواعي بتقول ايه لما بتتكلم مع نفسك. لو مش مصدق خليني اقولك، عملوا تجربة على الرز، جابوا 3 عينات من الرز وكتبوا على واحدة كلام ايجابي وواحدة كتبوا عليها كلام سلبي وواحدة سابوها زي ما هي كده من غير ما يكتبوا عليها اي حاجة. وكل يوم كان في شخص بيمسك العبوة اللي فيها الرز دي ويقول لها كلام، اللي كان مكتوب عليها كلام ايجابي كان بيقول لها كلام ايجابي زي بحبك، والتانية اللي مكتوب عليها كلام سلبي كان بيقول لها بكرهك، والاخيرة ما كانش بيجي جنبها اصلا. والمفاجأة اللي زالت الناس في الوقت ده ان الرز اللي كانوا سايبينه لوحده ابتدى يبوظ ويعفن بالمعدل الطبيعي ليه، واللي كان بيقول له كلام سلبي ابتدى يعفن بسرعة، بس اللي كان بيقول له كلام ايجابي معدل تعفنه قل بصوره كبيره جدا. ودكتور ابراهيم كريم عمل تجارب كتيره جدا على ذرات الميه، في حاجات حط عليها ايات قران، في حاجات كان بيقول لها كلام ايجابي، وفي حاجات كان بيقول لها كلام سلبي. ودي شكل كريستالة الميه لما بتتعرض لكلام ايجابي، ودي لما بتتعرض لكلام سلبي. فكلامك وافكارك بيأثر جدا على مشاعرك، والمشاعر اللي بتخليك تعمل سلوك معين، والسلوك ده بعد كده بيتحول لعاده، والعاده دي بتكرارها بتبقى هي دي حياتك واللايف ستايل اللي انت عايشه. فمهم جدا تكون عارف ايه هو حديث النفس او السيلف توك، ودي الطريقه اللي بتتواصل بيها مع نفسك، وتبقى بكذا طريقه: الكلام اللي بتكرره طول الوقت، الافكار اللي بتيجي في دماغك، والخيال اللي بتتخيله. ازاي بقى تتكلم مع نفسك بطريقه ايجابيه؟ زي ما قلنا الكلام مهم جدا تلاحظ كلامك عن نفسك بتقول ايه معظم الوقت. يعني مثلا في شخص هو شايف نفسه ان هو فاشل، بيقعد يقرر ان هو شخص فاشل، فمهما حصل في يومه دايما بيقرر انا فاشل، فملخص حياته بيبقى عباره عن فشل. بس لو عندك فكره ان انت شخص فاشل محتاج تفكر فيها كويس وتناقش الفكره دي مع نفسك. يعني مثلا انت رحت نمت وصحيت، فانت حددت هدف وعملته، فانت كده نجحت في الهدف ده. رحت كلت، رحت اشتغلت، رحت عملت اي حاجه، كل الحاجات اللي انت بتعملها في خلال يومك دي حاجات بتعملها بطريقه ناجحه، فانت بتنسى كل ده وبتركز على هدف كبير جدا انت كنت حاطه وما وصلتلوش وما ساعدش ليه، وتقول على نفسك ان انت فاشل. فمحتاج جدا في الاول خالص تركز انت بتقول على نفسك ايه، واي حاجه انت بتقولها بطريقه سلبيه محتاج انك تعكسها وتبقى تتكلم مع نفسك بطريقه ايجابيه. حاجه كمان الخيال، ناس كتير جدا اول لما بتبقى عايزه تعمل حاجه او بتفكر تعمل حاجه بيجي دايما في دماغها اسوأ سيناريو او اوحش حاجه ممكن تحصل، ودي بتخليك تجذب لنفسك السيناريو ده وبتعيشك في مشاعر مش كويسه. مهم جدا لما تكون داخل على حاجه او بتعمل حاجه انك تتخيل الايجابي، تتخيل ان الحاجه حصلت باحسن طريقه ممكنه. حتى لو ركزت في الدين هتلاقي دايما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول فلتقل خيرا او لتصمت وتفاءلوا بالخير تجدوه. عشان كده مهم جدا تطبق الحاجات دي وتكون مركز ازاي بتتكلم مع نفسك.